السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة اليوم اللي معانا يا لهوي، هي ليها أصل؟ نعم ليها أصل، وبتنطق حسب الحالة النفسية والمزاجية لصاحبها. وطبعا انتوا عارفين الريتم بقى للمرأة المصرية والرجل المصري. هو الرجل المصري مش بيستخدمها كتير، اللي بتستخدمها الست يعني. ففي البيت مع الأولاد، ولو في مشكلة وتمدها بقى يا لهوي من هنا للصبح. طيب ايه أصلها بقى؟ أصلها في شخص مصري كان بيقيم في إحدى القرى، لم تذكر يعني بالضبط فين المكان، اسمه لهوي. كان دجالا ومشعوذا وليه سطوة كده، فكان الناس يقبلوا عليه ليه بقى؟ عند الشدة وعند المصائب، وما عرفش بقى عمل السحر والشعوذة والكلام ده كله. فتحرفت الكلمة يا لهوي. وطبعا احنا عارفين أهل العلم قالوا فيها ايه. هي ما فيهاش سند للكلمة نفسها، ما لهاش تحريم لا في السنة ولا في القرآن الكريم لأنها كلمة حديثة، لكن احنا بنعمل قياسا. رب العزة بيقول ايه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العظيم. وأيضا من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم تقبل له عبادة 40 يوم. ده كله كفاية. هي مكروهة. وافتكر احنا زمان واحنا صغيرين كان نقول ما حدش يقول يا لهوي، ما تقولوش، احنا مش عارفين ليه بس كده يعني. لكن هي درجة معانا كده، وهي لهوي يا لهوي كل شوية نقولها، لكن النية سليمة ان شاء الله، ونحاول ما نقولهاش، نخلينا في خراشي. فضيلة الشيخ الجميل، يلا استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.